لا انت الغاليين، ازاي يا جدعان عاملين ايه؟ معكم مصطفى صبحي، جبت لكم فيديو جديد ورياكشن جديد. قبل ما نبدا الرياكشن حابب اقول لك ان انت لازم تنزل تنضم للعيله بتاعتنا بانك تنزل تشترك في القناه بالزر الاحمر وتفعل الجرس وتسيب لايك الفيديو وتشارك الفيديو مع كل اهلك وزمايلك عشان تدعمني وتشجعني ان انا اقدر اكمل في الراب المغربي. احنا النهارده هنسمع المتنبي لديزل دروس، ده تالت تراك اسمعه بعد هابيل وبعد مع العشران. يعني احنا هنا هنشوف، انا بعد ما سمعت قالوا لي كلاش مع العشران في حاجات قويه برضه، في حاجات اسمها زي المتنبي واحد، فانا متحمس جدا. وببص لما لقيت الوقت بتاعه لقيت الوقت كبير، فانا مستغرب ازاي كلاش المده دي كلها. في اخر الفيديو هنعمل فوت، هنشوف مين الاقوى مع العشران في الكلاشات بتاعته والنكش بتاعه ولا المتنبي. فبعد ما تكملوا معايا الفيديو للاخر تقولوا لي رايكم في الكومنتات، اهنوا الاقوى او اهنوا اجمد فيهم من حيث الليركس، المتنبي ولا مع العشران. فكملوا معايا الفيديو للاخر، وعشان لو حاجه سقطت مني تقولوا لي في الكومنتات. يعني يا ريت تقولوا لي في الكومنتات لو حاجه صعبه عليا او كده. فكملوا معايا الفيديو للاخر، ولو حابين ان احنا نعمل الفوت ده ان انتوا تختاروا مين الاقوى فيهم على الانستجرام، بحيث ان انا اعمل فوت على الانستجرام. لو الانستجرام في اول كومنت مثبت او في الديسكربشن يعني الظاهر، روح تابعنا على الانستجرام عشان المره الجايه نعمل فوت هناك، نقارن هناك بين تراكات ديزل دروس او اي رابر مغربي احنا نعمل عليه رياكشن. بعد كده نعمل فوت على التراكات بتاعته. هنبدا الرياكشن بعد الانترو على طول. ولا القصه مش حقيقيه، عكس ما كان في مع العشران. عرفتوا ليه انا بقارن ده بده؟ يعني في مع العشران كان بيقول لك الحاجات كلها حقيقيه ومش من وحي خالد كاتب، هنا مش حقيقيه. بس ثانيه بس، انا شايف هناك حلوه وشايف الجراند توتو وشايف سمول اكس وشايف طب انت اصلا عامل في دوم بيج كده ليه؟ والله دوم بيج ده قدوه في الراب المغربي. انا مش عارف انتوا ايه الخناقات اللي دايره بينكم، فيا ريت الناس تشرح لي برضه في الكومنتات، تقول لي ايه السبب اللي يخلي دوم بيج هو وديزل دروس في مشاكل كبيره بينهم كده. يعني انا شايفهم في معظم الكلاشات، انا ما اعرفش المشكله بدات منين بالظبط، بس الظاهر في مشاكل كبيره بينهم. تاكل مخلوع مالك هتقول سوارك هتموت باقي ما تقولش والو. عارف ان راك يسوى معايا قد ما فات سميتك لا جمال تاني نرجعك وافات. هادشي ماشي ديال اليوتيوب، ماشي ديال جوجل ادسنس، هادشي ماشي الراديو. مومو خليكم بعاد، هادشي غيخلي شي واحدين بيضاتهم فات. بيقول لك خليكم بعاد احسن، اللي هو انتوا بيهدد في ناس بقى اللي ايه، خليكم بعاد عشان ما تتضروش من اللي هيحصل، عشان في بلاوي هتحصل هنا. وديزل دروس اصلا الكفر بتاع الكلاش جامد جدا، اللي هو طالع ماسك القصايه في ايده بتاعت اللي هي الباسكت ولا اللي هي الخشب دي، وجرجر دوم بيج وراه، وفي دوم بيج ورا حلوه ماسكه، والجراند توتو. يعني كفر مشكله، اللي هو الكفر اللي لوحده اصلا كلاش. انا نفسي اعرف الرد بتاع دوم بيج ايه الكلاشات اللي كان بيرد عليه بيها، فهنكمل دلوقتي ونشوف. هادشي غير شي واحدين حيت كانوا ناس، هادشي مع الناس تيجي بطيط عمرو في الدوازوي، لويتي صب في يدك وبقيتي تعطي المهام سيرتي كنا جالسين باع ليها بنوني مالهم سالم في الحديد. يا اسطى بص، انا عايز اوضح لكم حاجه بس بسيطه. انت اكيد محضر القهوه، لو انت من ولاد عيلتي فلازم تكون محضر القهوه معاك. بص بقى اشرح لك حاجه. انا عارف ان اللغه المغربيه صعبه جدا جدا جدا، فاللي بيحصل كالاتي، ان انا بعمل الرياكشن وولاد عيلتي بيكملوا معايا في الكومنتات تحت. واصله لك؟ ولاد عيلتي بيشرحوا لي في الكومنتات تحت التراكات، يعني الاجزاء اللي انا مش فاهمها، وبقعد اتكلم معاهم في الكومنتات تحت او على الانستجرام. يعني ولاد عيلتي بيشرحوا لي برضه، انت فاهم؟ فاحنا بعد ما بنخلص الفيديو، بعد ما بخلص الفيديو يترفع، انا بتفرج على الفيديو زيكم وبتابع في الكومنتات. الناس بتشرح لي في الكومنتات الفيرس الفلاني يقصد بيه كذا، والناس تقول الكلام اللي بيعجبها وانا بتابع معاهم في الكومنتات. واصله؟ فده اللي بيعجبني، ان انا لو مش فاهم حاجه بفهمها من الكومنتات تحت. عشان انا لو مش فاهم، او ناس من مصر مش فاهمه، او ناس من الجزائر او من تونس، فبيقروا الكومنتات يفهموا. واصله لك؟ احنا ماشيين هنا في القناه. فواصله لك؟ نكمل بقى للاخر. والحاجه اللي انت شايفها صعبه عليا او صعبه على الناس اللي بتتفرج التانيه، قول عليها في الكومنتات على طول، ما تبخلش علينا. غشيم غشيم.
يا اسطى الفلو بتاع ديزي دروس جامد جدا، نبره الصوت اللي بيتكلم بيها، وهو برضو مستمر نفس الكلام اللي قلته في الفيديوهين اللي فاتوا لما عملت رياكشن على هابيل ولما عملت رياكشن على مع العشران، نفس الكلام اللي قلته. حابب يخليك موقف كوميدي، يقول مواقف كوميديه تضحكك جدا على الخصم بتاعه، بيجيب الخصم بتاعه الارض من المواقف الكوميديه اللي هو بيقول عليه. واصله لك؟ يا اسطى جامد بجد. انا عايز عايز افضل سامع له كده، انا كده عامل دماغ، انت فاهم؟ الفلو نفسه، الفلو بتاع ديزي دروس، سيبك من الكلاش وان هو بيكلاش ناس ياما جدا في الكلاش دوت، بس الفلو نفسه يكيفك، الفلو نفسه دماغ، يخليك تعمل دماغ، تحس ان انت راب شارع يا اسطى، راب شارع من قلب المغرب، من قلب الشوارع المغربيه يا اسطى، اللي هو مش حاجه متزينه وحاجه جايه من فيلا الوصول، لا 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 لا، ده راب جاي من الشارع، ده راب متعوب فيه، ده جايب عرق الجبين، اللي هو انا طالع عيني عشان اقدم لكم المحتوى اللي من الشارع. واصله لك؟ هو ده ديزي دروس بقى، الراجل ده انا حبيته والله حبيته. يا اسطى موازين في الشاشه ملي طلعوا تساوى ما ننساش هاشتاج يا عايشه مالك 70 دوره مجمعني غف السيران دريك دانون ولا حبك يدام وباقي نفس الناس ينام حاجه جامده. وهدرنا لك الصابونه بهالعقومه غنسميوك حالكيران اش كتصحاب تقصي نعم رحوكك يا حلالك شحالاني بدا. بصوا انا معظم الناس اللي ظاهرين في الشاشه او في الكفر بتاع التراك انا عارفهم، يعني اللي انتوا شايفينهم في موجود ديزي دروس، دوم بيج متكرر مرتين اتنين بوضعيتين مشكله، وحليوه والجراند توتو وسموليكس، في واحده انا مش عارف هي مين، وفي واحد مش عارف هو مين، يا ريت تقول لي عليهم في الكومنتات برضه، عشان انا مش البنت دي انا مش عارف هي مين، ايلي ولا منال ولا انا مش عارف هي مين في المغرب الصراحه. فعليك الله يخلف علينا فعليك لا مكشول بس في العرق مرعب شيطان شيطان بيعمل كلاش من الاخر، مرعب. انا خفت، انا كمصري خفت. يا اسطى ايه الرعب ده؟ ايه الرعب ده؟ سوال ايه؟ درجة كتبوا عليا عارفو تمساح فلو ديالي مشيت شفتو من دارفو تمساح فلو ديالك تخديتي ما كارفو تمشاح فلو جامد مفكر مع الخرا كامل كفوف كلاس مفكر مبروك عليك دخلتي في الليسته يا واتساب كاع باش بقول له مبروك عليك دخلت الليسته، مش عارف دخلوا الليسته ان هو طلع ترند بالكلاش بتاعه على دوم بيج، او الراجل اللي هو بيكلاشها طلع ترند، او ده او من كتر ما هو في كلاشات فاتشهر وطلع ترند بالكلاش بتاعه ولا ايه بالظبط. فانا ديزي دروس جامد جدا يا اسطى، وتبديله الفلو بتاعته حاجه اللي هو روعه، اللي هو انت فاهم، انت بتسمع حد بيعمل حاجه عظمه. فتعالوا نكمل، ولاد عيلتي بقى اللي بيشرحوا لي بقى في الكومنتات تحت اي حته بتسقط، انا بقول لكم اشرحوا لي في الكومنتات تحت. انا بحبكم بجد، انا بحبكم لله في لله كده، اللي هو انتوا ناس جامده جدا. قومتك من الموت يا رب على العظمه، يا رب على العظمه. غصاري دوم بيجي كان بيقول له انت ماسوني، فبقول له لا انا مش ماسوني، انا الشيطان بقى يا اسطى، اللي هو انا عديت الماسونيه، يعني بتوع الماسونيه بيعبدوني اصلا، انت اصلا لك هي دي الدماغ بقى. جامد جدا
وشنو قصة هاد الزيتو فيه؟ شنو قصة هاد الصورة؟ شبه عارف فين اخويا هذا دايرة في الانترنت ما لقيناوش. انا مش عارف هو انا بشرح الصوره ايه قصده ايه على الصوره ولا ايه ده. علاش هذيك الاشخاص هذه تكون غير مرتي اللي عارفه مش لا انتوا لازم تقولوا لي ايه اللي بيتقال، قولوا لي في الكومنتات ايه اللي بيتقال بالله عليكم، قولوا لي ايه اللي بيتقال بالله عليكم، انا عايز اضحك. يشوفوا بابي جينيك كيفاش كنسمع عليكم داكشي بحال الخرا كيجيني تجيبوا البربرتيني عمرني شفت شي لايبو تا واحد كان فيهم زيني عمرني شفت الريكا بالهيس تاعي كيجري وشني كتعمق الزين يا اسطى جامد جدا. العقلية واش كدير العلالي تنكر الكاميرا خفية نهار كطلع كيطفي وشاد الباري كيسيف لي هيا وبابي عندك مشكل واخا الضو قليل فيما درتي البان وكتشوف. بجد انا كنت مستغرب لما الناس كانت بتقول لي الاول ده دومبك داخل مع ديز دروس اصلا وكانوا عاملين كلاشات مع بعض وكده. انا مستغرب، بس انا لما بدات ابص في تاريخ ديز دروس واسمع التراكات اللي انتوا بتقولوا لي عليها واعمل عليها رياكشن، انا بدات اللي هو افهم الراجل ده جامد ويستاهل ان هو يخش في بيف مع ديز دروس ومع اي حد، مع دومبك ومع اي حد في المغرب. راجل قوي جدا جدا كفلو كليركس ككل حاجه، عنده خلفيه موسيقيه بنت لذينه. الراجل ده عنده قاعده لغه اللي هو حاجه بوم، انت فاهم، حاجه موهبه بجد يعني. اسمع بقى كده العظمه اللي ديت. غنوسعلك وجايب معاك باقي السيزون صبيح شيتولك في الازم يلا كارير غنبدا نخرج معاكم ملاك بحال دانيال هادشي بحال المعتزله بحال البواسير هادشي بحال نهار شدو مع القصيره في القصه ايه ده؟ ايه ده؟ راسته جامده. الشهوه نقول عليه كتموت عليا عار واخا نضل تسبني كتبين لي يوم حاق اليوم انت كتحب 97 كنتي كتبوت عليها عارف ومش عارف انت تحبني، اللي هو بقول له انت بتحبني ونفسك ان انا اخش معاك بيف، فانا هخش معاك بيف وهرضيك، هعمل لك اللي انت عايزه بس اهدى بس يا اسطى. يخرب بيت كده يخرب بيت كده. من 2011 كتمصني كنعد فكنعلي ما غنجبدلك مكلف باك ما غنجبدلك ولادك للفيلة اللي كتنعس هداك كنا كنصاحبو كراش انت طلعتي غير باك تتجوز شي غير باش تبادلو سترينغات درنا موجة صعبة تمرحش مرحبا كدويرة مرتي وانت مرتك كتجوجات بقحبة كانت الساطة كتخلص لك. يعني انا بجد لو حطيت الكلاك ده قدام مع العشران يعني نفس الكاريزما، بس المشكله ان مع العشران طور نفسه شويه في الليركس، يعني مع العشران زود الليركس اللي عنده شويه وفي عظمه حصلت في مع العشران. الفلو اتغير جدا، الليركس بقت اقوى شويه، بس هنا المتنبي فاجر برضه، ما نقدرش نقول ان المتنبي مش جامد، ما نقدرش. في عاد الجلسة اسمح لي يا سعادة القاضي غنشد من فمو القاضي وما كتعاود للصلاة على النبي. يا اسطى جامد موت جامد موت. البيت العظيم. ثانية بس ثانية، هو بيقول ايه هنا؟ بيقول ايه؟ يا ابن المجرى جامد جدا. بصوا يا اخواتي، احنا هنا في موقف صعب جدا. انت متخيل ان انت معاك كلاشين زي مع العشران والمتنبي اهل واحد فيهم الاقوى، اللي هو حاجه ليريكال جدا وحاجه ليريكال وفيديو كليب جامد جدا. انا نفسي انا محتار، اللي هو انا مش عارف اعمل ايه، برغم ان المتنبي حاجه كبيره جدا، انتاج ضخم بحيث ان هي كطيب وقت كبير جدا، غير مع العشران. مع العشران كان معظمها عشان الفيديو كليب، بس الاثنين كليريكال والاثنين ما ناقش فيهم دوم بيج، رغم كده ناقش دوم بيج برضه في الاثنين، بس معنى عشان كان ناقش ناس اكتر. فانا مش عارف انه الاقوى فيهم، يا ريت تقولوا في الكومنتات. ولو حابين نعمل رياكشن على تراك معين لديز دروس او اكمل في تراكاته قولوا لي على تراكاته في الكومنتات. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتنضموا للعيله بتاعتنا، مش هتخسروا اي حاجه. روحوا تابعونا على الانستجرام، هتلاقوا الانستجرام في اول كومنت مثبت او في الديسكربشن، روحوا تابعونا هناك عشان نعمل فوت هناك ونشوف انه التراكات الاقوى. اشوفكم على خير في الرياكشن الجاي. سلام.